اللي بيحصل او اللي هيحصل في الماتش بتاع مصر وايران في كاس العالم اللي هيتلعب يوم السبت الجاي، واللي الفيفا بتمهد له وقالت انه عادي انهم هيسمحوا بانه يترفع علم اقول علم ايه بس انه يترفع علم انا مش قادر اقتنع ان ده مجرد صدفه. والكلام بقى اللي بيتقال دلوقتي الكسكسي الحمصي بتاع هنعمل لكم ايه، اصل انتوا جايين في اليوم اللي في المدينه عندهم احتفال سنوي وده والله مش مقصوده. الروايه بتاعتكم دي فيها خرم كبير. بلاش النهارده كلمه خرم لان احنا بنتكلم عن وليه بقى بقول الخرم؟ لان الفيفا في عندها ماده في اللائحه بتاعتها ممنوع سواء على اللعيبه سواء على الجماهير انه يترفع اي شعارات سواء كانت دينيه او سياسيه او اجتماعيه. انت كده بيعمل تفرقه بين الناس، والفيفا المفروض انها ملتزمه باللائحه بتاعتها، بدليل ان في نفس كاس العالم السنه دي 2026 في منتخب خلوهم يغيروا الشيرتات بتاعتهم لان اعتبروا ان ده رمز سياسي، فده ما يمشيش مع اللائحه. ولما تقرا بقى كمان تفاصيل الماده دي اللي في اللائحه بيقول لك ان ده عشان يكون في احترام للخصوصيه الثقافيه والدينيه لاي دوله يشارك في كاس العالم. اما اللي انت بتسمح بيه ده او عايز تسمح بيه في المباراه الجايه، ما انت كده لا بتحترم الخصوصيه الثقافيه والدينيه لا بتاعه المنتخب المصري ولا بتاعه المنتخب الايراني وجماهيرهم. فاللي الفيفا بتعمله ده يعتبر رسمي فهمي نظمي كسر للوائح، يعني غير قانون. بالمناسبه ده اللي اعتمد عليه اتحاد الكره المصري لما قدم بيان ان هو بيرفض ده، وبرده الناحيه الثانيه هتلاقي ايران قدموا بيان ان احنا بنرفض ده، ضد السماح برفع علم طبعا الفيفا كان ردها انها رفضت، قالت لهم امكم في العشه ولا طارت. وده كان ملخص رد الفيفا: نحن لا نلتزم بالنص وسوف نسمح لمن يتص. هيطلع حد يقول لك ترفع ده له رمز سياسي وله رمز ديني، ماشي بس ده رمز الشباك، عارفينه اللي هو مخروم من النص ده ما نعرفش مين اللي خرمه. والمثل المصري بيقول لك رمز الشباك يفرق بين العادي والمتسلك من سباك، يعني اذا في تفرقه اهو، فده ضد لوائح الفيفا. كل الحاجات دي لا يمكن تبقى صدفه. انا حاسس ان اختيار الماتش ده تحديدا مقصوده، يعني في اسباب معينه. انتوا مش عايزين منتخب مصر يا منتخب ايران مش عايزين حد فيهم يصعد، يا اما السبب الثاني وده اللي انا بشكل شخصي ارجحه ان انتوا قاصدين مصر وايران. ايران دوله كبيره وشوف هويتها ايه، ومصر دوله كبيره جدا وشوف برضو هويتها ايه. وسواء السبب ده او السبب ده في الحالتين انتوا بتكسروا اللائحه. ده انت يا فيفا عليكي حركات، بس اذا كنت انت فيفا احنا عندنا فيفي هي اللي هترد عليكي. ايه الكلام الفاضي ده؟ المنتخب المصري والمنتخب الايراني يوم السبت الجاي هيلعبوا او المفروض انهم يلعبوا ماتش في كاس العالم. الماتش ده هيتلعب في مدينه امريكيه اسمها سياتل. المشكله بقى كلها ان اليوم اللي هيتلعب فيه الماتش ده اليوم الرسمي في المدينه دي للاحتفالات اللامؤاخذه. على حظنا على حظ منتخب مصر، والله مصر دي عليها مؤامرات حتى في الرياضه. اتحاد الكره المصري طلع بيان وبعت للفيفا ان احنا رافضين ده ورافضين ان اي شعارات تترفع. المنتخب الايراني او من الجانب الايراني هم برضو رفضوا، وده كمان وصلوا ان هم هددوا بالانسحاب لو ده حصل. فكده الفريقين الطرفين اللي هيبقى بينهم الماتش رافضين الموضوع. قال لك يا معلم احنا رايحين ندخل اجوان مش رايحين ندخل الفيشه في الكوبس لو سمحتوا. الفيفا كان ردها كله تحايل على اللائحه اللي بتقول انه مش مسموح انك ترفع اي شعارات تعمل مشاكل او تفرق بين الناس. يعني الفيفا قالت لهم لا ده انتوا فهمتوا غلط، انتوا مين قال لكم ده احنا مش هنجبركم ان انتوا تلبسوا اي اشارات او اي حاجه ليها علاقه بالموضوع. مش هنجبركم انكم تلبسوا شراب، احنا بس هنطلب من اللعيبه ان في الماتش ده تحديدا وهم بيباصوا الكوره بدل ما يباصوها برجليهم يباصوها بالعصعوصه. الله عشان نبسط مش دافعين تذاكر وده يومهم لازم يتبسطوا بقى. الفيفا كمان قالت ان كل الاجراءات دي او الاحتفالات هي بره الملعب مش جوه الملعب، فبالتالي احنا ما نقدرش نتدخل فيها، ولكن برضو في نفس الوقت احنا ما نقدرش نمنع ان حد منهم يدخل ويرفع اي حاجه، دي حريه شخصيه. نداء للمنتخب المصري الماتش ده تحديدا لما حد فيكم يجيب اي جون ابوس ايديك وبلاش حركه انك تقلع التيشيرت وتمشي بجسمك دي، في لبش في المدرجات. يا ريت كمان وانتم ماشيين يعني نحاول واحنا بنجري كده نشد الشورت لتحت شويه، بلاش يتسحب لفوق قوي، او اضمن لكم روحوا لابسين بنطلونات. انتوا برضو ولادنا واخواتنا المصريين، ما انتوا في اخر الدنيا في امريكا مش هنعرف ننقذكم من اللي هيحصل. يا خوفي على الشناوي، والله هو ما شاء الله كده فرع. اعتقد لو الماتش ده شافوه المدرجات كلها هتبقى على نفس الهتاف. يا دستور يا دستور. النتيجه النهائيه ان الفيفا رفضت الطلب المصري والطلب الايراني وقالت ان الماتش هيتلعب زي ما هو وانتوا احرار. لما تسمع بقى رد الفيفا او لما تشوف فكره ان الفيفا رفضت الطلبين ودي كانت
طلبات رسميه هيجي في دماغك نقطتين مهمين جدا لازم نناقشهم. اول حاجه هو اشمعنى اخترتوا ماتش مصر وايران؟ يعني انا مش مقتنع تماما بفكره اصل ده اليوم اللي فيه العيد، الكلام ده مش واكل معايا. يعني يمكن تقول لي بقى نظريه مؤامره، ماشي انا ماشي مع نظريه المؤامره. اصل في 500 فريق تاني تبع بلاد تانيه بيتقبلوا الموضوع، يعني مش هيتضايقوا لو ده حصل. ما لقيتش بقى غير مصر وايران اللي انت عارف ان لا الثقافه ولا الهويه ولا اي حاجه تسمح بكده، وانهم اكيد هيعترضوا، فده اكيد وراه سبب. يا اما ان المستهدف من القرار ده هو المنتخب الايراني مش المنتخب المصري. ان اكيد يعني كلنا فاهمين، وانا بشكل شخصي مؤمن بده، انه مهما كان المنتخب الايراني منتخب قوي مش هيتسمح له ان هو يصعد او يعمل انجاز تاريخي يعني، وده لاسباب كلنا فاهمينها. وبالمناسبه في الحاله دي هو يعتبر برضو الفيفا لو ده تفكيرهم اللي بيحصل وما بيعلنوهوش، انت كده برضو ضد اللوائح. يعني المفروض ان انت بتدي فرصه متكافئه لكل الفرق، مالكش دعوه بقى ده تبع دوله ايه والدوله دي بحبها ولا الدوله دي ما بحبهاش. يا اما بقى هو مقصود فعلا الماتش ده تحديدا اللي بيتلعب بين المنتخب المصري والمنتخب الايراني. ليه؟ لانه بالمنطق هو مين اللي هيتابع الماتش ده؟ اكيد الجمهور المصري والجمهور الايراني، ولو هنقول في حد زياده هيبقى الجمهور العربي. ده المنطقي، يعني انا بتكلم على 90% او 95% من اللي هيتفرج. فانت دي بالنسبه لك سبوتايه حلوه بقى، انا بجبر ان انا في وسط اللقاء ده او في وسط المباراه دي انا هوصل الرسائل بتاعتي للجمهور ده اللي معروف ان في بينهم اطفال. فدي بالنسبه لك كده يعني حركه خبيثه. وليه بقول تحديدا مصر او منتخب مصر يعني منتخب ايران؟ لانك ارجع شوف مصر دوله عدد سكانها كبير جدا، وهي تعتبر اكبر دوله من حيث عدد السكان، دوله سنيه. نفس القصه بس على الناحيه الثانيه بقى لو هنخش في منطقه الشيعة عند ايران، يبقى انت اكيد قاصد. ده غير بقى ان في سبب ثالث انا حاسه كده من القرار ده، اللي هو ان انا بكسر لك نفسك سواء بقى للمنتخب ده او المنتخب ده، اللي هو بص انا عارف انك رافض حاجه زي كده بس هو ده اللي عندنا، عاجبك عاجبك مش عاجبك خد بعضك وامشي، وكده كده كاس العالم مكمل وانت اللي هتخبط دماغك في الحيط، ولو مشيت او انسحبت هيطلع عليك عقوبات. ما هو طبعا يعني هيلبسوك في حاجه، طيب رضيت ووافقت يبقى انا كسرت نفسك، خليتك تعمل حاجه غصب عنك وانت مش راضي عنها ومش هتقدر تفتح بقك، ولو فتحت بقك هلبسك في عقوبات. هنا بقى عندي سؤال للغرب المحترم، هل هي دي الحريات اللي انتوا بتتكلمون عليها؟ انتوا عايزين تدوا الناس حريات، هم احرار يعملوا اللي هم عايزينه، الله احنا هنمسكهم ونقول لهم مين ما يلعبش في مين؟ احنا اصل ده لو مشيت زي ما الفيفا عايزه كده ده هيبقى اول ماتش في تاريخ الكره كلها، اللعيبه بيلعبوا في الملعب والجماهير بيلعبوا في افكار بعض. فسؤال بقى للغرب وللمدافعين عن الغرب، هل هي دي الحريه انك تسلب حريتي انا في ان انا اقبل حاجه او ارفضها وكمان بتتحايل على اللوائح؟ تاني حاجه هتيجي في دماغك من ساعه ما بدات تطلع الاخبار بتاعه الفيفا واللي هيحصل في ماتش مصر وايران والشعارات والحاجات دي كلها، بدات تطلع مطالبات تحديدا في مصر على السوشيال ميديا بيطالبوا المنتخب المصري ان هو ينسحب، ما تشاركوش في حاجه زي كده. وناس كتير بتقول لك يا احنا كذا كاس عالم نروح ونقول لك احنا خرجنا خروج مشرف، اهو انتوا بقى هنا لو خرجتوا ده خروج مشرف، بتشرف نفسك، انت بتحافظ على قيمك ومبادئك وهويتك، وكمان ما بتسمحش ان حد يلوي لك دراعك او يكسر نفسك يقول لك هو ده اللي عندنا ومش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. بصراحه انا مش عارف القرار الصح ايه، يعني انا حسيت ان المنتخب المصري وبرده المنتخب الايراني مزنوقين في حته صعبه قوي كده. اصل انت لو انسحبت طبيعي ان هم هيلبسوك في غرامات وفي عقوبات وممكن ما تشاركش او ما يبقاش ليك اي مشاركه دوليه بعد كده. هتقول لي ما احنا هنرجع للوائح، هقول لك ما انت مين الخصم بتاعك؟ الفيفا. فانت مين قال لك ان الموضوع مش هيتكوس وان هتطلع انت في الاخر غلطان؟ واللي يخليني اميل لفكره التكويس الواضح دلوقتي اللي بيحصل الشعارات دي، طب ما هو ده ضد لوائح الفيفا بس قال لك عادي، هم منهم فيهم، فهو زنقك في حته. لذلك لو المنتخب المصري انسحب انا ما اقدرش بصراحه الوم عليه، وده اقول انه موقف مشرف جدا. اي نعم انتوا هتبقوا خسرتوا فرصه ذهبيه، ان دي تقريبا اول مره في احتمال انك تصعد، دي عمرها ما حصلت في تاريخ مصر الكروي تحديدا في كاس العالم. بس في نفس الوقت برضو لو المنتخب المصري كمل ما اقدرش الوم عليه، ان دي فرصه، بس لا اتمنى بقى ان نثبت على موقف، يعني ما نسمحش او زي ما احنا من دلوقتي بنقول احنا مش هنسمح برفع حاجه نفضل ثابتين على ده. حصل ان في حاجه اترفعت يكون لينا موقف وقتي مش مجرد شجب يحصل بعد المباراه. واتمنى بقى ان نلعبهم بذكاء، يعني نلعب الفيفا بذكاء، طالما هم يتحايلوا على اللوائح وبيرفعوا حاجات يقول لك لا اصل دي مش حاجات سياسيه، خلاص تعالوا نشوف انا ما اعرفش ايه بس نشوف احنا ممكن نرفع ايه يبقى برضه ما يتمسكش علينا وفي نفس الوقت نبقى بنرد عليهم. ولكن عموما انا حاسه قرار صعب، وربنا يكون في عون كل القائمين على المنتخب المصري، زنقك في ركن صعب جدا انك تقرر. ولكن في الاخر انتوا بقى قولوا لي رايكم ايه، يعني هل ترجح ان المنتخب ينسحب ولا يكمل بشروط معينه، ولا ايه اللي بالنسبه لكم لطيف؟ اكتبوا لنا في التعليقات.
الترند اللي طالع بتاع الشعارات في مباراة مصر وايران والفيفا موافقة ورفضت الطلبين بتوع المنتخب المصري والمنتخب الايراني، ارجع على طول افتكر كاس العالم اللي كانت اتعمل في قطر سنة 2022. يعني ساعتها لو تفتكروا كان في مباراة كده بتاعت المانيا ونزلوا سفوا على قرارات قطر اللعيبة نفسهم، رغم ان قطر كانت بتنفذ اللائحة اللي هو يا جماعة مش عايزين شعارات لاي حاجة جوه الملاعب، دي اللائحة بتاعت الفيفا. واتهاجمت ساعتها هجوم من كل الصحافة والاعلام الغربي كله. يعني هي قطر لما تنفذ اللائحة اللي انتوا حاطينها ده هي كده كخة، ودلوقتي لما انتوا جايين عايزين في مباراة مصر وايران دي تكسروا اللائحة وتقعدوا تحوروا ان احنا مش بنكسر اللائحة، هو ده اللي برافو يعني والمفروض نسقف لكم. هو والله الطبيعي كان يحصل في عالم السنافر، انا عارف ان عمره ما هيحصل، لما هي فيها لوي دراع. كان الصح بقى ان كل المنتخبات العربية تكون متحدة لما يلاقوا حاجة زي كده او في يعني بلطجة كده، لا يقول لك خلاص احنا كلنا هننسحب من كاس العالم، وشوف بقى دي هتبقى شكلها وحش ازاي قدام العالم. بس هو طبعا ده عمره ما هيحصل، لان احنا طول عمرنا كدول عربية وكمنتخبات عربية متفرقين، عشان كده دايما بيتداس على وشنا. حاجة بس اخيرة عايز اقولها في الموضوع ده بتاع مباراة مصر وايران، يمكن ناس كتير جدا بتكتب على السوشيال ميديا يعني سواء بقى اللي بيطالب بالانسحاب سواء اللي ضد الموضوع بيقول لك لان ده ضد ديننا. هي بس انا حابب اوضح يا جماعة هو ده ضد ثقافتنا المصرية كلها، يعني مش عايز امسك في دين واحد، هي كل الاديان بتاعت المصريين بترفض ده. كل المصريين سواء بقى هو كان من الديانة دي من الديانة دي، حتى يا سيدي مش متدين اصلا، هو عاداته وتقاليده وثقافته وهويته ضد الموضوع ده. ليه بقول في الموقف ده ان هي ثقافة المصريين اكتر بقول دين المصريين، لان المصريين ليهم اكتر من دين، الثقافة هي الحاجة اللي شاملة ده كله، رافضة تشجيع ماتش نشوف فيه حاجات كده. خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا، لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده. اللينكات بتاعتنا بتاعت السوشيال ميديا بسيبها لكم تحت، لينك قناه موفي نايت في حلقه جديده نزلت النهارده هسيب لكم اللينك بتاعها تحت برضه. وكالعاده لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش ليه مش عاجبك تروح فكره اي حاجه اكتبها لنا في التعليقات نحاول نظبطها. وبنختم بالكلمه بتاعتنا كلمه ايه؟ غيره.